احنا ناس مؤمنين ما يجيلناش اكتئاب. لو دي وجهة نظرك فعلا تعال نشوف الارقام بتقول ايه. الدراسة دي اتعملت على طلبة كلية الطب في جامعة الازهر، ولقت ان حوالي 43 منهم عندهم اعراض اكتئاب. لكن ممكن تعترض برضه وتقول لي يا اخي ما هو برضه الطب صعب والدراسة دي مرحلة مؤقتة، اتعب دلوقتي وهتستريح بعدين. هل دي الحقيقة فعلا؟ لما الباحثين شافوا الحالة النفسية لموظفين القطاع العام في محافظة المنيا، لقوا ان اعراض الاكتئاب موجودة في حوالي تلت الموظفين الرجالة وحوالي نص الموظفات الستات حسب الدراسة دي. يعني الموظف اللي مكشر في وشك احتمال يكون مكتئب. والموضوع ده خطير جدا، مش عشان الموظف هيسوحك في ختم ولا دمغه، لكن ممكن يوصل لخسارة اقتصادية بتعدي خانة المليارات. الاكتئاب حتى لو نص نص بيقلل انتاجية الواحد بنسبة 30% حسب الدراسة دي، وبيخسر العالم حوالي تريليون دولار في السنة الواحدة حسب منظمة الصحة العالمية ما بتقول. يا عم فداك، الفلوس بتروح وتيجي، المهم صحتك. لكن اللي خد بجد بقى ان الاكتئاب النص نص ده بيجيب الضغط والسكر وامراض القلب والاوعية الدموية، وبيزود خطر الوفاة، واستمراره بيخلي خطر الاصابة بالاكتئاب اللي بجد بقى اكتر 3 اضعاف.